افكار للناس اللي عايزه تطبخ بزبده برضو، بس في نفس الوقت تكون حاجه اقتصاديه. طب تعالوا نشوف. انا طلعت طبعا اللي هي اسمها الدهون دي. تمام. انا طلعتها، وهنبدا ان احنا نسيحها مع بعض. اول حاجه هنشغل النار، وبعدين اول ما نطلعها من الفريزر ما ينفعش ان هي تبدا تفك خالص، عشان نقدر نتحكم في التقطيع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نقطعها شرايح. تمام. هنحط عليها نص كوبايه زيت بالشكل ده كده، وهنسيبها زيت عادي. اهم حاجه في الوصفه النهارده او في الخطوات اللي انا بقولها دي، ان ما يكونش الزيت بتاعك ولا مزرنخ ولا ليه ريحه ولا زيت مستخدم. لازم يكون زيت نضيف. تمام. وهنحط كمان دي بالنسبه اللي هو الدهون دي بقى بتعمل بيها ايه. دي هنعملها في بطرمان لوحدها، وهيكون البطرمان دوت مخصص للمحشي. في ناس صغيره مثلا تسيح دلوقتي، بناخد منها معلقه صغيره مثلا على الخلطه بتاعه المحشي. تمام. في ناس بتستخدمها في الشاورما بتاعه اللحمه، او في شاورمه الفراخ برضو. فاحنا اللي حابب يعمل بيها اي وصفه، هو طبعا دي ليه حريه الاختيار، بس هي انا بالنسبه لي دي عملها الشاورما بس والمحشي. بعد كده بقى دي الزبده اللي احنا هنستخدمها في الخضروات، في الرز، في اي حاجه احنا هنستخدم فيها. في ناس بتحب تستخدم زبده، في ناس بتحب تستخدم سمنه، في ناس بتحب تستخدم زيت. طبعا بما ان الغلاء بقى على الجميع، فانا هقول لكم فكره حلوه جدا. انا لميت طبعا من عندي من الدي فريزر، لميت كل الاكياس اللي كان فيها زبده. تمام. انا بجيب اللي هي اللي بتبقى عباره عن زي كرات كده، وبنسيحها. ما بحطش عليها اي اضافات، بس انا هقول لكم اضافه حلوه جدا، ان انت تجيبي كيلو زبده، كيلو واحد بس. تمام. وتحطيه اللي هي الزبده اللي هي البيضه اللي بقول لكم بتبقى عباره عن كرات دي. وهتحطي عليه كوبايتين زيت او 3 كوبايات زيت. ولو عندك سمنه برضو ما يكونش ريحتها ولا مزرنخه ولا فيها روائح وتحطي كوبايه الزبده مع 3 كوبايات 4 كوبايات زيت. هتحطي العدد اللي انت عايزاه كده. بقت زبده هتبقى مش دسمه، وفي نفس الوقت هتديكي نفس طعم ان انت ما تبقيش عامله. مثلا احنا شهر رمضان حلويات، فطبيعي بنعمل حلويات مش بتبقى بزيت، مش بتبقى بسمنه. طبيعي بنعملها بحاجه يكون فيها معلقتين زبده. انا بعمل بزبده بس، لكن مش كل الناس هتقدر تعمل بزبده بس. فهنعمل ايه؟ هنحط زي ما انا قلت المقدارات دي، وبنسيبها بتغلي على النار. طبعا انا غليتها خلاص. دي زبده بس. وهقول لكم هنخفض طمانات بالشكل ده كده اهي. بطرمان ازاز. طيب بنعقمه ازاي بقى؟ بنجيب البطرمان بتاعنا، بنحط فيه معلقه ملح، معلقه سكر، معلقه خل، بنحط فيهم شويه ميه، ونقلب ونقفل غطا البطرمان ونرجه كويس جدا بعد طبعا ما نكون غسلناه يعني. وبعد كده بنرجه بالمحلول ده، وبعدين بنبدا ان احنا نغسل بقى البطرمان كده. بنروح على عين البوتاجاز، نفتح البطرمان وننزل كده، نحطه كده على العين. يبدا النار تدخل جوه الايه، مش كتير يعني، يا دوبك كده دقائق بسيطه جدا، علشان طبعا النار دي هتقتل كل البكتيريا، ونبقى احنا كده عقمنا البطرمان. ما ننساش برضو نعقم الغطا بتاع البطرمان على عين. وكده بعد ما الدهون دي ساحت، بصوا بيطلع ده بقى كده. يبقى احنا كده خلاص هنصفي بقى ونطلع الحاجات دي في طبق. في ناس بتاكل الكلام ده. تمام. الحاجات دي تطلع بقى كده، وبعد ما صفيناها بنسيب بس السمنه اللي نزلت دي او الدهون دي، سيبها تهدى شويه كده تبرد، وبعد كده هنحطها في البطرمان المتعقم بتاعنا كده. بعد ما حطينا في البطرمان الدهن اللي كان عليه الدهون اللي احنا كنا حاطين عليها الزيت، ودي السمنه بتاعتنا او الزبده بتاعتنا، وهتكفينا فتره طويله جدا. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك، واللي لسه مشتركش في القناه اعمل لي سبسكرايب علشان يوصلكوا كل جديد. باي باي.